هاي، انا النهارده جايه اتكلم عن حاجه من غير فلتره، لان الحاجه دي كلنا بنعاني منها، وهي مشكله الاوفر ثينكينج او فرط التفكير. بس مش عارفه يعني ايه فرط التفكير، ويعني ازاي بنفكر بشكل مفرط وازاي بنفكر كتير كده. بس هو حرفيا بيبقى ان احنا بنفكر كتير جدا على ابسط الحاجات، حاجات ما تستدعيش. على سبيل المثال، انتوا فتحتوا مثلا موقع افلام زي نتفليكس، زي شاهد فور يو، زي ايجي بيست، زي اي حاجه، وانتوا مش عارفين تتفرجوا على فيلم ايه، مغامره ولا فيلم اكشن ولا فيلم مثلا رومانس ولا هو فيلم ايه، وعمالين تقلبوا وعمالين تراجعوا بقى دماغكم وتراجعوا قراراتكم. طب الفيلم ده مثلا اتفرج على ده ولا اتفرج على ده، وتشوف القصه بتاعت دي وتشوف القصه بتاعت دي وتشوف البلوت بتاعت دي علشان تشوف ايه هو الفيلم اللي انت تتفرج عليه. وفي الاخر انت ما بتتفرجش على حاجه، بالعكس انت بتروح تنام لان الوقت جري بيك، وان انت قعدت بدل ما تتفرج على فيلم مثلا ساعتين انت قعدت 3 ساعات تقرر. overthinking ده يعني انا عماله افكر عماله على بطال في حاجات هي اصلا ما تستدعيش، حاجات minor جدا ما تستدعيش ان انا افكر فيها كل التفكير ده. النهارده انا جايه هتكلم عن ازاي نحسن الموضوع. طبعا انا مش هتكلم عن ازاي نعالج الموضوع، لان انا لو قلت ازاي نعالج الموضوع هبقى انا كدابه. انا اعالج الموضوع ده كنت انا اولى بيها، بس انا بعمل شويه حاجات او بعمل الهابتس دي بتخلي فكره اوفر ثينكينج عندي تتحسن شويه، علشان هي فعلا overwhelming جدا، وبحس ان هي بتاخد جهد وبتخلي الانرجي تضيع، خليش الواحد ينام كويس. طبعا الوقت المفضل للعقل ان هو اوفر ثينك هو قبل النوم، لان هو بيفضل يراجع قرارات خدها، سواء كان خدها من ساعتين ولا من يوم ولا من شهر ولا من سنه، ويقعد بقى يقول لك هو القرار ده كان المفروض انا اخده ولا كان في قرار احسن. طب هو انا كان ينفع اعمل كده، كان ينفع اعمل الميثود التانية، ويقعد بقى يقلب لك دماغك يمين وشمال على حاجه هي اصلا حصلت في الماضي، او بيتوقع سيناريوز، سواء كان سيناريوز حلوه او وحشه في المستقبل لسه اصلا ما جاتش. انت مش هتبريدكت الفيوتشر، مش دي اصلا بتبقى بايد ربنا، بتبقى بايد القدر يعني، مش بايدنا. فاحنا بنقعد نتخيل بقى السيناريوز دي وايه اللي هيحصل الكيس دي واللي هيحصل في الكيس دي. فلو انتوا interested ان انتوا تكملوا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب، العاده اللي انتوا بتستخدموها في الكومنت اللي بتحسن موضوع الاوفر ثينكينج. الخطوات الاولى اللي احنا بنعملها علشان نحسن فكرة الاوفر ثينكينج هو ان احنا لازم نريلايز او نلاحظ فكرة ان احنا فعلا ناس اوفر ثينكرز. طب هنلاحظ ازاي؟ هنلاحظ باننا بنبتدي نفكر كتير جدا في حاجات صغيرة جدا، دماغنا عمالة تودي وتجيب في قرارات احنا خدناها زمان هي عادية، يا اما صح يا اما غلط. حتى لو غلط ايه هو اسوأ كيس ممكن يحصل؟ ولازم واحنا بنفكر نلاحظ ان احنا بنفكر يعني نفكر كده، وعماله بقى ايه اقول وراجع قرارات قديمه اصلا او قرارات لسه هتحصل او اي حاجه عامه. لازم الاحظ ان انا بفكر اهو، يبقى انا كده اوفر ثينكر. تاني خطوه ممكن تحسن موضوع الاوفر ثينكينج هو ان انا احدد وقت معين افكر فيه، او ان انا افكر فيه كتير، يعمل appointment والappointment ده overthink فيه. لو قلت لك دلوقتي ان انت مثلا كل ساعة معينة تفكر فيها، يبقى انا كده بضحك عليك، يبقى انا كده بنصب عليك، لان الاوفرثينكينج عامة هو overthink whenever، يعني في اي وقت. activities وانت بتعملها ما ينفعش ان انت overthink فيها، زي وانت بتذاكر او انت بتشتغل. 3 activities دي ما ينفعش فيها ان انت overthink. في activities معينة الاكتيفيتيز دي بتسمح لك ان انت تفكر فيها كتير. فكرة ان انت بتاخد شاور، ناس كتير جدا منهم يبتدوا مثلا اوفر ثينك كتير جدا. المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان انا وانا شغال بشتغل دلوقتي، او انا بذاكر مثلا، او انا بتكلم مع حد، ما لاحظ ان دماغي خلاص بدأت ان هي اوفر ثينك، اقول بس ده مش الوقت بتاع الاوفر ثينكينج. فانا هستنى لحد مثلا اخد شاور، او هستنى لحد مثلا ما انضف البيت، اكنس، امسح، اطبق الهدوم، اوضب الاوضه، اوضب الشقه، او انا بطبخ مثلا، او انا بعمل المواعين. الاكتيفيتيز دي كلها مساحات بتسمح لي ان انا اوفر ثينك، وفي نفس الوقت هي مش هتعطل حاجه، لان انا بعمل مواعين هفضل اعمل مواعين وانا بفكر، وانا بستحمى هستحمى وانا بفكر، سواء البيت او مثلا بطبق الهدوم. دي كلها بتسمح لي ان انا افكر، ومش بتinterrupt حاجه، او مش بتمنع البرودكتيفيتي بتاعتي، او مش بتمنع الانتاجيه بتاعتي. فدي كلها بتشجع على الاوفر ثينكينج. فلما الاقي نفسي ان انا بشتغل وباوفر ثينك، ده هيمنع البرودكتيفيتي بتاعتي وهيمنع التركيز بتاعي، هيشتت تركيزي خالص. برضو ينطبق على المذاكره، وينطبق على لو انا بتكلم مع حد. يعني مرحله هي اسمها
distract yourself with happy distractions، او ان انت تشتت نفسك. التشتيتات دي تكون حلوة، يعني happy alternatives. يعني ايه؟ لما انت مثلا تيجي تفكر او overthink، انت بتفكر وبتoverthink وفي نفس الوقت انت بتعمل لنفسك stress، بتحطم نفسك او بتجهد نفسك، بس في نفس الوقت انت في ايدك ان انت تشتت نفسك بتشتيت حلو. بمعنى انت مثلا قعدت overthink وقعدت تقلق نفسك هتحصل في المستقبل، ممكن بدل ما تشتت نفسك وبدل ما overthink عن الموضوع ده، لو الوقت يسمح، لو انت مثلا مش بعد الساعة 12 بالليل، تقدر ان انت مثلا ترقص، تقدر ان انت تلون، يعني تجيب سكتش والسكتش ده تلون فيه، تتكلم مع حد مقرب ليك تحكي له عن الحاجات اللي انت بتفكر فيها والسيناريوز اللي انت بتفكر فيها، وهو برضو ممكن اللي هو يريليف الموضوع بان هو يتناقش معاك في الافكار دي فيطمنك مثلا، او يشيل الافكار الوحشه من دماغك. او ان انت مثلا ممكن تجورنال. يعني ايه جورنال؟ يعني مثلا تجيب كشكول او تجيب اجنده او تجيب نوت بوك مثلا تكتب فيها كل الافكار اللي انت بتفكر فيها بطريقه منظمه او بطريقه مش منظمه، بس الطريقه المنظمه اللي هو تكتب مثلا الهيدنج اللي هو الموضوع اللي انت بتفكر فيه، وبعد كده تعمل فرعات. التفريعات دي مثلا فيها المميزات والعيوب. طب المميزات ايه؟ الحاجات الحلوه اللي ممكن تحصل من الموضوع ده، والحاجات الوحشه اللي ممكن تحصل من الموضوع ده. فانت بتفرغ الطاقه بتاعتك اللي هي طاقه التفكير، وفي نفس الوقت انت بتتعلم ايه هي المميزات بتاعت الموضوع وايه هو العيوب بتاعت الموضوع، بحيث انت تعرف توازن. خطوه هي خطوه مش سهله لان احنا مش كلنا بنعرف نعمل ده، ولكن مع الممارسة هتقدر ان انت تعمل ده بشكل اوتوماتيك. وهي ايه؟ ان انت تعيش في الفترة بتاعت دلوقتي. Today is a history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. علشان كده الفترة الحالية اسمها present، يعني ان هي هدية حرفيا. فامبارح ماضي وبكرة حاجة انت مش عارفها، حاجة مش بيدك اصلا، والحاجة الوحيدة انت تتحكم فيها او الحاجة الوحيدة اللي انت تعمل لها كنترول هي دلوقتي او النهاردة. فالمفروض كل تركيزك ركز على النهاردة بدل ما هو بيركز في امبارح وبدل ما هو بيركز في بكرة. overthink عن بكرة، انت كده اصلا بتمنع نفسك ان انت تاخد قرار سليم بشأن بكرة. ازاي ابتدي ان انا اركز في الفترة الحالية او في دلوقتي؟ وهو ان انت تاخدها step by step. وقلت بالممارسة الموضوع ده هيبقى يعني spontaneous بشكل اوتوماتيك. زي مثلا انا قاعدة باكل فطار دلوقتي، انا قلقت او عمالة افكر عن انا هاكل ايه في الغدا، بدل ما افكر انا هاكل ايه في الغدا احاول استمتع بالفطار اللي معايا، اشوف ريحته عامله ازاي، شكله عامل ازاي، طعمه عامل ازاي، استمتع بيه بدل ما تركيزي كله يتنقل في حاجه انا اصلا مش بعملها دلوقتي، حاجه لسه هتيجي وهو الغدا. لا، انا احاول استمتع بالتفاصيل الحلوه وبالطعم الحلو وبالريحه الحلوه بتاعه الفطار اللي معايا دلوقتي. خامس طريقه هو ان انت لازم تركز على الحاجه اللي هي في ايدك دلوقتي. يعني لو انا امتحنت امتحان والامتحان ده ما حلتش فيه احلى حاجه وحاسه ان انا ما اديتش فيه كويس، حاجه مش بايدي، هو خلاص ماضي وخلص والنتيجه بتاعته مش بايدي، مش انا اللي هصحح ومش انا اللي هحط الدرجه، ده حد تاني هيصحح وحد تاني هيحط الدرجه، ده بعد اساسا ما الحد ده مسخر من ربنا ان هو يعمل كده. فهو حرفيا حاجه حصلت في الماضي وانا ماليش ايد فيها. فبدل ما اقلق بالنتيجه وبدل ما اقلق نفسي واضيع وقتي على حاجه اصلا هي في ايد غيري هو اللي متحكم فيها من بعد ربنا طبعا، انا افوكس على ايه الحاجات اللي انا اقدر اعدلها بايدي. حاجات برضو اللي انا بحبها جدا في فكره overthinking، ان انا بدل ما افكر في حاجه عايزه اعملها وعماله اقول الحاجه دي يعني هتبقى وحشه ولا الحاجه دي تبقى حلوه ليا، هتبقى مفيده ولا هتبقى مش مفيده، هتحطمني ولا يني، اعمل الحاجه دي فعلا بعد ما احسب البروس والكونز بتاعها او بعد ما احسب المميزات والعيوب بتاعتها. زي فكره مثلا انا كنت خايفه جدا ابدا يوتيوب علشان كنت خايفه ان الناس تعمل جادجمنتس عليا والناس تجادج مي، او افكر في الحاجات الوحشه. انا لسه في مكاني، ما اتحركتش، لا اتقدمت ولا رجعت، وبالعكس انا كده عماله اضيع وقتي. فكره ان انا بدات يوتيوب وحوشت علشان اعرف اجيب الاكويبمنتس سهلني ان انا ابدا يوتيوب، دي فكرة قدمتني لقدام خطوتين، اللي هو انا فعلا خدت الخطوة وخلاص انا ابتديت اعمل progress. الخطوة اللي قبل الاخيرة هو relax، نفس عميق، اراقب الحاجات من حواليا، وان انا اتأمل، وان انا اركز ما شتتش دماغي.
دي برضو حاجات مهمة جدا ان انا اعملها. التركيز والتأمل والحاجات دي كلها بتقلل الستريس وبتقلل فكرة overthinking وفكرة القلق. challenge your thoughts، حدى افكارك. ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل؟ الموضوع اللي انا بفكر فيه ده احسن حاجة ممكن تحصل من الموضوع اللي انا بفكر فيه ده. انا مثلا بعمل انترفيو لشغل، اسوأ حاجة ممكن تحصل من ان انا اروح الانترفيو ده اترفض، ماذا بعد؟ لا اتقدمت ولا رجعت لورا. طب ايه احسن حاجة ممكن تحصل لي في الانترفيو ده؟ ان انا اتقبل، فبالعكس انا كده اتقدمت ايه خطوة، ما رجعتش لورا. بس فدي كانت فكرة فيديو النهاردة. I hope you like it. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب وتعملوا كومنت وقولوا لي فيه ايه هو العادة اللي انتوا بتحاربوا بيها الاوفر ثينكينج او بتحسنوا بيها الاوفر ثينكينج. اشوفكم في فيديو جديد وباي باي.